تخيلوا حياة مكرسة لإصلاح القلوب المكسورة، ليس قلوبا كسرت بسبب الحب بل بسبب المرض. هذه هي حياة الدكتور مجدي يعقوب، حياة مكرسة للشفاء، لدفع حدود الطب ولإعطاء الأمل حيث لا يوجد. رحلته من ضفاف النيل إلى طليعة جراحة القلب هي شهادة على قوة التفاني والسعي الدؤوب وراء الحلم. قصة الدكتور يعقوب ليست مجرد قصة عن إنجازات طبية، إنها عن الروح البشرية، عن التغلب على العقبات، وعن التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه شخص واحد على العالم. حياته منارة تذكرنا بأنه حتى في خضم المعاناة هناك دائما أمل. لنستكشف رحلة هذا الشخص الاستثنائي الرائعة. ولد في أسوان، مصر. كان عالم مجدي الصغير مغمرا بضوء النيل الذهبي. كانت الحياة بسيطة، لكنها مليئة بدفء العائلة والمجتمع. والده وهو جراح غرس فيه احتراما عميقا لقدسية الحياة والسعي النبيل للشفاء. من خلال مراقبة عمل والده زرعت بذرة الانبهار في قلب مجدي الصغير. آلية عمل جسم الإنسان المعقدة والرقص الدقيق للحياة نفسها أسرت خياله. لم يكن يعلم حينها أن هذا الانبهار المبكر سوف يتفتح إلى شغف مدى الحياة، ويشكل مصيره ويؤثر على حياة عدد لا يحصى من الناس. حلت المأساة بأسرة مجدي عندما توفيت عمته الشابة بسبب مرض في القلب. كان ألم فقدانها عميقا، تاركا أثرا لا يمحى على روحه الشابة. ولكن من أعماق الحزن ظهر تصميم قوي. قرر مجدي تكريس حياته لمكافحة المرض الذي سرق عمته. قرر دراسة الطب وأن يصبح جراح قلب. هذا القرار الذي غذته الخسارة الشخصية والتصميم الذي لا يتزعزع وضعه على طريق سيغير مسار حياته إلى الأبد. مدفوعا بطموحه الملتهب، غادر مجدي شواطئ مصر المألوفة متوجها إلى بريطانيا العظمى. وصل إلى لندن شابا مليئا بالأحلام وقلب مليء بالأمل. كانت الرحلة التي أمامه شاقة، مليئة بساعات طويلة وتكييفات ثقافية وضغط مستمر للتفوق في أرض أجنبية. ومع ذلك ثابر مجدي. كان تفانيه في دراسته ثابتا وعطشه للمعرفة لا يشبع. انتهز كل فرصة للتعلم والنمو واتقان حرفته. لم تمر موهبته وتفانيه مرور الكرام، وسرعان ما وجد نفسه يعمل جنبا إلى جنب مع بعض الشخصيات الرائدة في جراحة القلب. قصة الدكتور مجدي يعقوب لم تنتهي بعد. إنه لا يزال يلهم ويعلم ويدافع عن تحسين رعاية القلب في جميع أنحاء العالم. حياته شهادة على قوة الإمكانات البشرية، تذكرنا بأنه مع التفاني والتعاطف والسعي الدؤوب وراء المعرفة يمكننا تحقيق أشياء غير عادية. إرثه يمتد إلى ما هو أبعد من غرفة العمليات. لقد لمس حياة عدد لا يحصى من المرضى ومنحهم أغلى هدية على الإطلاق، هبة الحياة. لقد ألهم أجيالا من المهنيين الطبيين وأظهر لهم المعنى الحقيقي لتكريس الذات لخدمة الآخرين. قصته منارة أمل تذكرنا بأنه حتى في مواجهة التحديات الهائلة يمكن للروح البشرية أن تنتصر.